السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا وصفات جميلة ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة الكشري المصري بتكاته بطريقته الطبيعية الجميلة المصرية اللذيذة. وتاني وصفة معانا هي الفراخ، هنعمل صينية فراخ بالصلصة والصوص بتاعها روعة جدا. بنجيب الفراخ زي ما انتم شايفين كده وبنتبلها، وبنحط لها فلفل اسمر وملح وعصرة ليمونة وشوية خل، وبنفردها في البايركس بتاعنا، وبنحط عليها التوابل. مجموعة التوابل بتاعتي بابريكا وكاري، فلفل اسمر وكمون وملح وشوية جنزبيل. وطبعا لو انت حابة الشطة ده اختياري. بنفرد الفراخ بتاعتنا في البايركس بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وبنحطها جنب بعضها كده بحيث ان كل قطعة تكون مفرودة قد ما نقدر. بعد كده بنجيب عليها بقى ان شاء الله نحط عليها الصلصة بتاعتي، ونتبلها تتبيلة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين. بعد كده بدخلها الفرن وبسيبها لما تستوي خالص وتديني فراخ مستوية بطريقة كده سهلة وبسيطة، ما خدتش منك اي مجهود ولا اي وقت. زي ما انتوا شايفة كده بتطلع ممتازة جدا ولذيذة وهتعجبكم ان شاء الله. من اسهل واجمل الوصفات، بس اهم حاجة تتبليها التتبيلة كويسة كويس من كل الاتجاهات قبل ما نحط الصلصة وبعد ما نحط الصلصة. يعني انا بزود كمية من التوابل عشان طبعا تاخد الطعم الحلو اللذيذ وتبقى معاكي ممتازة جدا. الطعم بتاعها بيبقى رائع جدا. ما تنسوش اللايكات يا حبايبي، عايزة اكبر عدد من اللايكات ومن الكومنتات. يا ريت اللي ما اشتركتش في القناة تشترك فضلا وليس امر. البابريكا يا جماعة بيدي طعم كويس جدا في الوصفة دي، وبيبقى طعمها مناسب جدا، هتعجبكم ان شاء الله. اوعوا تنسوا اللايك، ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة. خلصنا التوابل بتاعتنا، هنبدأ بقى ننزل بالعصير بتاع الطماطم او صلصة الطماطم. طبعا ده عصير فريش بجيبه اهو وبحطه على الفراخ، بوزعه عليها كلها كوباية عصير من الصلصة او عصير طماطم زي ما انتوا شايفين كده. وبرجع تاني احط التوابل بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وشوية ملح صغير. خلصت الوصفة معايا ممتازة جدا. بدخلها الفرن وبسيبها تستوي، وبعمل لها شوية فريك. وهي لما طلعت طبعا طعمها جميل جدا ولذيذة جدا. عملت شوية فريك، الفريك غسلته ونقعته وحطيت عليه الشوربة وولعت عليه النار بمعلقة سمنة ومكعب مرقة وشوية فلفل اسمر. ولما استوى غرفته زي ما انتوا شايفين في الطبق اهو. الفريك طعمه لذيذ جدا يا جماعة، كل الناس بتحبه. وادي الفراخ الصينية، اجمل والذ وجبة سريعة وسهلة وبسيطة. الصنفين دول ما بياخدوش منك ولا وقت ولا مجهود، وبيدوكي نتيجة اكتر من رائعة، وطبعا لذيذة جدا. جربي الوصفة ومش هتختلفي عليها، وهتقولي فعلا مس هند جابت لنا وصفة اكتر من ممتازة واكتر من رائعة. وصفاتنا كتير وكلها لذيذة وجميلة وان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. الوصفة التانية وهي معانا المكرونة بالفراخ القطع. بنسلق المكرونة ونجهز لها الصلصة ونعمل الفراخ معاه. وديت كبدة وفراخ. وده جمبري مقلي سهل جدا. وده رز بالجمبري بالخلطة وصلصة الطماطم. وده جمبري مسلوق بالليمون والخل والصوصات والتوابل. دي طبعا أكلة شهيرة ومعروفة، هي البامية والرز. طبعا انت بيساعدك في الحاجات دي تفريزات اللي احنا فرزناها في رمضان واللي احنا فرزناها لشهر رمضان. هتستخدميها طبعا، هتاخدي من كل التفريزات دي وتصنعي الوجبات بتاعتك بسهولة وبيسر بمنتهى السهولة. مش هتحتاج منك وقت ومجهود، هتاخدي من الفريزر التفريزة اللي احنا عملناها ونبدأ نصنع منها الوجبة بتاعتنا بسهولة جدا.
ودي معانا الكبسة طبعا بطريقة سهلة وبسيطة، كبسة سعودي ممتازة جدا عملناها، وعملنا معاها صينية بطاطس زي ما انتوا شايفين. الكبسة بتاعتنا كانت بالدجاج زي ما انتوا شايفين، من اجمل والذ الوصفات واحلى الوصفات. تكاد اقول لكم ان هي بتاخد العقل فعلا، لانها فعلا طعمها لذيذ جدا. ودي طبعا معانا بيتزا السيراميك، عملناها قبل كده في القناة معاكم، وكانت ممتازة جدا واتشهرنا بيها، وكان ليها صدى مضوي جدا. بيتزا السيراميك، سوينا البيتزا على السيراميك في الفرن، ودخل السيراميك الفرن وطلع من الفرن قدمناه على نفس السيراميك، وكانت وصفة اكتر من رائعة. حازت طبعا على اعجاب الجميع، والكل شكر فيها وانبسطوا منها، وكل متابعيني بدأوا يجربوها ولقوها وصفة سهلة جدا وبسيطة. عملنا البيتزا على السيراميك يا جماعة بأسهل وأجمل الطرق، ان شاء الله تعجبكم. ودي خلية النحل يا جماعة بطريقة سهلة وبسيطة، ما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. ودي طبعا الحلويات بتاعتنا، الكنافة والجلاش بالطريقة المصرية الجميلة السهلة والبسيطة. وبرضو معانا في القناة اتفرجي عليها وشوفي الوصفة بإذن الله تعجبك. ودي صينية جلاش زي ما انتوا عارفين، من احلى الصواني واجمل الصواني صينية الجلاش في الفرن، عملناها وكانت لذيذة جدا ومغذية جدا. ودي طبعا كفتة في الصينية زي ما انتوا عارفين، كانت احلى انواع الكفتات، وعملناها سيخ وطلعت في منتهى الروعة. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم وصفاتنا النهاردة. ودي مكرونة بالفراخ عملناها وكانت جميلة. الجمبري بتاعنا المقلي اللذيذ، والسلطات والجمبري بالرز، عملنا كل الحاجات دي في الوصفات بتاعتنا. ادخلوا على قناتي واتفرجوا على الفيديوهات، هتلاقوا كل حاجة مكتوبة، والوصفات بتاعتنا كاملة في صندوق الوصف. تقدري تاخدي الوصفة اللي انت عايزاها وتجربيها وتنفذيها، وان شاء الله بإذن الله تنبسطي معانا مع قناتنا هند السباك، وهتشوفي كل ما يرضيك. يا رب الوصفات تكون تعجبكم ان شاء الله وتنور رضاكم وتنبسطوا منها بأمر الله. بيتزا السيراميك يا جماعة كان ليها يعني شكل رهيب على اليوتيوب من ساعة ما عملناها، والناس كلها بتعملها وبدأوا يجربوها. وبدل الصاج والبهدلة ونوسخ حاجة ونغسل وكده، لا، السيراميك بينضف بسهولة وسهل جدا، وما بياخدش منك ولا وقت ولا مجهود، وبيديكي نتيجة اكتر من رائعة. ان شاء الله تعجبكم الوصفات ويعجبكم كل اللي احنا عملناه النهاردة ان شاء الله، من وصفات جميلة وسهلة مجمعة بسم لكم الله الرحمن اكبر الرحيم. عدد من السلام عليكم ورحمة الوصفات الله وبركاته. اللذيذة ازيكم يا حبايبي، والسريعة عاملين ايه؟ ان شاء الله والبسيطة. تكونوا بخير يا ويجعل رب ايامكم تعجبكم كلها خير، وبأسهل اللهم امين يا الطرق رب واقل العالمين. التكلفة، النهارده معانا وصفة سهلة وبسيطة مش هتاخد ومش مننا ولا هتاخد وقت ولا منك ولا مجهود. وقت ولا هي مجهود. بيتزا السيراميك. بيتزا كلها السيراميك وصفات هعملها على سهلة جدا السيراميك يا جدا جماعة عليكي اهو، كست سيراميك البيت. اهو زي ما انتوا بيتزا شايفين. السيراميك هنعمل عليه هنسوي البيتزا عليها وهندخلها هنسوي الفرن على السيراميك وهنسويها اي بيتزا وهناكلها احنا وهي على عايزينها، واي السيراميك. مخبوزات، الفكرة جديدة وعلى درجة وجميلة، ان شاء الله حرارة وما تعجبكم وتنور تخافيش وامن رضاكم. جدا. عايزة منكم وعملناها اكبر فلايف عدد من عشان اللايكات الناس ما والكومنتات. اللي ما تشككش في اشتركش في كلامنا القناة وتقول لا يشترك فضلا السيراميك وليس ممكن امرا. يتكسر ممكن وان شاء الله يتشرخ كل حاجة وينقل في النص. موجودة ان شاء الله الكلام ده في ما فيديو حصلش عندي. خالص، طريقة البيتزا وجربناها اكتر من السيراميك مرة، هتعجبكم ان شاء الله، وعملناها سهلة فلايف وبسيطة قدام وسريعة من كل مطبخ هند المتابعين وكل السباك. الناس كان اللي كانوا معاكم معانا هند في اللايف، السباك في وكانت بيتزا فكرة ناجحة السيراميك. ورائجة جدا والسلام عليكم وصائبة جدا. ورحمة الله وبركاته. ده معانا الباتيه بطريقة بدون فرن، وهو الباتيه المقلي يا جماعة. قلينا الباتيه بتاعنا طبعا خمرناه، وكله موجود عندك في قناتي. الباتيه ممتاز بسم جدا الله يا جماعة، الرحمن وطلع الرحيم. سهل السلام وبسيط عليكم ورحمة جدا الله وبركاته. ولذيذ ازيكم يا جدا. حبايبي، وعملناه عاملين ايه؟ ان شاء بثلاث الله تكونوا حشوات، بخير ويجعل شوكولاتة ايامكم كلها خير، وعجوة اللهم امين وجبنة. يا رب العالمين. يعني معانا وصفة كل سهلة نوع جدا عملناه وبسيطة، بحشوة هي باتيه معينة، بحشوات مختلفة. وكلها عجينة واحدة، عجينة العجينة الباتيه سهلة جدا، ما بتاخدش ولا وقت ولا من مجهود، ومش أجمل محتاجة أي المخبوزات فرن. وأعلى أنا المخبوزات هسويها عندي رواقد. في هتعجبكم الطاسة إن شاء الله بالزيت. وهتشوفوها وان شاء الله في تعجبكم الفيديوهات الوصفه عندي، وتنور رضاكم. وهتنبسطوا موجوده جدا من عندي في وصفاتنا قناتي هند اللي السباك، ان قدمتها شاء لكم الله النهاردة، تعجبكم وتنور كلها رضاكم، موجودة اللهم امين يا رب فيديوهات. العالمين. ادخلي على القناة حشينا 3 واتفرجي على حشوات الفيديوهات شوكولاته بتكاتها وجبنه، وبكل حاجة وحشينا فيها. حشوه ثالثه وإن شاء اللي الله هي هتنبسطي بكل التمر. الوصفات، التمر يا وسهلة جماعه. وبسيطة وسريعة. طبعا الباتيه محبش جميل وكل أضيعلك الولاد وقت بتحبه، يا رب يعجبكم ولا ونور أخليكي رضاكم. تتكلفي والسلام كتير. عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم عايزاكي هند تعملي حاجات السباك من جميلة قناتي هند بوصفات السباك. سلام بسيطة عليكم. سهلة.